السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نحضر مع بعض صينية بطاطس باللحمة بطريقة حلوة قوي وسهلة وبسيطة، وان شاء الله هتعجبك. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي والمقادير والمكونات. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو ويضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. معايا بقى هنا بطاطس هقشرها واقطعها شرايح، حلقات يعني. بصوا الحلقات انا هقطعها ولا رفيعة ولا تخينة، يعني وسط. قطعت كل الكمية اللي معايا، هركنها بقى على جنب. معايا بصلتين هبشرهم. معايا هنا بقى بصلة هقطعها كده جوليان. هنجهز كل حاجة كده مع بعض بحيث ان احنا ايه، نشتغل على طول. بصوا هنا كمان فرمت طماطم، ودي اللحمة بتاعتي، ودي التوابل. معايا بابريكا ومعايا كمون ومعايا فلفل اسود ومعايا ملح. جبت هنا بقى حلة على النار، حطيت فيها معلقتين من الزبدة او السمنة، وهحمر فيها بقى اللحمة بتاعتي. هديها كده لون من الجنبين. بص هنزل عليها بقى فلفل اسود، وهقلبها الجنب التاني برضو وارش عليها فلفل اسود برضو. بعد كده هنزل بقى بالبصلايه بتاعتي اللي احنا مقطعينها جوريان. هقلبهم بقى كده قلبتين، وبعد كده انزل بالطماطم. هقلب الطماطم كده، وبعد كده هزود ميه سخنه. بس في الاول ظبطت الملح بتاعها. بعد كده هزود ميه سخنه مغليه علشان ما ننزلش درجه حراره اللحمه. بعد كده هسيبها بقى تستوي، هوطي عليها النار كده واسيبها تستوي براحتها. هنا البصل معايا، البصل اللي انا فرمته، بشرته بشر ناعم. هحط عليه بقى التوابل اللي احنا قلناها، اللي هو الفلفل الاسود والكمون والبابريكا والملح. هقلبهم بقى كده في بعض، وبعد كده هفرشهم في الصينية، اي صينية عندي تدخل الفرن. هفرشهم بقى في قلب الصينية كده. بعد كده هرص البطاطس بتاعتي. كده رصيت كل كمية البطاطس، واللحمة كانت استوت معايا سوا، يعني يعتبر سوا كامل 90%. اللحمة مستوية معايا 90%. سيبكم بقى من البهدلة اللي حصلت دي، انا نضفتها يعني علشان الشوربة كانت سخنة. سويت اللحمة 90% معايا، وبعد كده نزلت بقى على البطاطس بتاعتي. بعد كده بقى هلفها بورق فويل وادخلها الفرن على درجة حرارة 200، واسيبها بقى زي ما تاخد معايا كده، زي ما البطاطس بتاعتي تستوي على حسب البطاطس بتاعتك. واللحمة كده بقى هتلاقيها دابت معاكي. لو سويتي اللحمة نص سوا هتطلع معاكي مش مستوية. لازم اللحمة تبقى مستوية معايا قبل ما احطها مع البطاطس. بص انا كده خرجتها، قعدت معايا حوالي ساعة بالظبط. بجد تحفة، جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم.
بصوا البطاطس مهرية معايا واللحمة دايبة. اي نوع لحمة ممكن تعمليها في الصينية دي. بالنسبة للناس اللي هي ما بتحبش اللحمة شوربة او محمرة، فالطريقة دي بجد تحفة. والتحميرة اللي احنا اخدناها في الاول دي مش بتنشف اللحمة، لا احنا يا دوب اخدناها لون كده. اللحمة بتاعتنا طرية خالص. تعالوا بقى نشوفها مع بعض. بصوا اللحمة باين عليها اصلا ان هي مستوية جامد. بصوا مستوية معايا ازاي، مهرية يعتبر. غير البطاطس معايا طعمها تحفة واللحمة. بصوا عاملة ازاي، يعتبر دايبة معايا. جربوها بجد بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. كده خلص الفيديو معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.